عنده بدل العيل 4 وكل واحد فيهم مختلف عن التاني في حاجة، منهم اللي شبهه ومنهم اللي واخد منه حبة فيه. واحد سافر بره والتانية ما قدرتش تسيبه ولا تتحرك من جنبه، ما تأثروش بكل اللي بيحصل معاه وحبهم ليه مختلف تماما، بيدعمهم بأي طريقة يقدر عليها وبيغني ليها. واحدة كمان كانت السبب في انفصاله عن والدتها، والأخيرة بقت بتظهر معاه في فيديوهات تيك توك وباهرة الناس بحلاوتها. ولاد أحمد سعد حكايتهم إيه بالظبط؟ وليه في منهم ظهر على الساحة والجزء التاني لأ؟ وهل فعلا ولاده اتأثروا بجوازته وعلاقته بأمهاتهم؟ وهل فعلا ابنه قطعه وبعد عنه؟ ولا دي مجرد إشاعات وكلام مش حقيقي؟ حكايات كتير عن أولاد أحمد سعد ال4، ومين فيهم هيبقى مستقبله شبهه ومين قرر يبعد عنه خالص. كل ده هنعرفه في الفيديو ده، والأسرار كلها هتتكشف، فيلا بينا. أحمد سعد اللي بقى مشهور من سنتين بوشه اللي محدش كان يعرف عنه أي حاجة من خفة دم وتهريج ونكت، كمان ليه وش تاني ده بقى مش بيخاف ولا مش عايز يظهره، لا بالعكس جدا، هو بس بيتكسف يظهره لأن دي نقطة ضعفه الحقيقية في الحياة والنعمة اللي بيحمد ربنا عليها وهم أولاده. أحمد سعد أبو ال4، أيوة أحمد سعد عنده 4 أولاد، 2 من مراته الأولى، وأول ست دخلت حياته لبنى بيومي وهم جودي وأحمد، والاتنين التانيين هم علياء ومريم من زوجته علياء بسيوني. زوجة أحمد الأولى كانت بتحبه جدا، وعلشان كده أول ما خلفوا ولد سمته أحمد، وعلشان الصدفة تكمل أحمد الصغير طلع نسخة من أحمد الكبير في طريقة مشيته وحركاته وكمان في الشبه، وكأنه نسخة منه مع فرق السن. أحمد مسافر أمريكا وبيتعلم هناك، ورغم إنه رقم 2 في أولاد أحمد سعد بس كان قراره إنه مش هيكمل هنا، وده خلى إشاعات ظهرت على العلاقة بين الأحمدين، بس كلها اتضح إنها مش حقيقية أبدا، وإن التواصل بينهم مستمر ومفيش مشاكل حصلت بين أحمد الكبير والصغير تخليه يبعد عن أبوه أو أي حاجة. بس بقى اللي ما قدرتش تبعد عن أبوها لحظة وقريبة كمان من أخواتها الصغيرين هي جودي البكرية لأحمد سعد، واللي أخدت منه الصوت الحلو وكمان بيشجعها تنمي موهبتها دي، بس لسه علشان تغني مستني عليها شوية. وكمان جودي هي نقطة ضعفه وبيبقى قدامها مش عارف يقول أي حاجة، وكمان دي صاحبة أغنية عليك عيون، ما هي حنينة أبوها وصاحبته والقريبة منه، وكمان عجبها الشو والأضواء وتصدرت وظهرت معاه في أكتر من مناسبة، والكل مبهور بيها وشايف إن هي قريبة قوي كمان من أبوها. والصغيرين بقى هم مريم وعلياء، ودول ولاده من علياء حسني مراته الأخيرة، واللي كانت علياء سبب انفصاله هو ووالدتها عن بعض بعد ما حصل ليها حادثة وهما مسافرين، وكان لازم يروح شغل قبل ما يروح يطمن عليها، وهنا انفصلوا بسبب خناقة في وقت ضيق، ومع تدخل ناس كتير رجعوا لبعض تاني علشان تظهر بعد كده علياء ومريم الصغيرين خالص مع أبوهم في فيديوهات التيك توك والتريقة على الأغاني بتاعته. انتوا بقى شايفين ولاده شبهه فعلا ولا لأ؟